اليوم الرئيس السيسي أتم 11 عام بالتمام والكمال على حكم مصر. ايش عمل الرئيس السيسي في ال11 عام اللي فاتوا؟ مصر كانت وين ووداها وين؟ ايش الظروف اللي اجى فيها؟ طبعا كنا عارفين ان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاي بعد نكسة 25 يناير وما خلفها من تنظيم الإخوان وحكمهم لمصر لمدة عام كامل، وما خلف حكمهم من تفجيرات وعمليات هنا وهنا وفي الكنائس وحريق هنا وهنا، واستلمها على رأيه زي ما قال ادونا اي حاجة قالوا له خد دي. فطبعا مصر كانت وين وصارت الحين وين؟ صارت الجمهورية الجديدة، انطلقت العاصمة الإدارية الجديدة، مدن جديدة حديثة، تطوير وتنمية في البنى التحتية، الصناعة، الزراعة. هعطي لك إحصائية سريعة عن بعض إنجازات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ال11 عام اللي فات. حول مصر من أكبر دولة في العالم مريضة بفيروس سي لأكبر دولة بتعالجه. مصر الآن أكبر دولة في أفريقيا منتجة للقمح. الرئيس السيسي رحم 2 مليون أسرة فقيرة كانت عايشة بالإيجار في بيوت مهلهلة، وسلمهم شقق مفروشة بفايدة 3% والدولة تتحمل باقي التكاليف. السيسي حقق حلم عبد الناصر والسادات ومبارك وكل المصريين بدخول مصر النادي النووي. جدد خطوط السكة الحديد بالكامل بنسبة 100%. وبالمناسبة هنا في سيناء الرئيس السيسي أعاد خط السكة الحديد، والأول مرة يدخل قطار شمال سيناء هذا العام بفضل جهود القوات المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالفعل وصل لمحطة بير العبد وجاري العمل على قدم وساق لإيصال خط السكة الحديد إلى العريش ومنه إلى الجنوب إلى طابة. وهذا إنجاز تاريخي وسياسي واقتصادي ولوجستي وحاجات أخرى. السيسي زرع 4 مليون فدان. أيوة أنت سمعت الرقم صح، 4 مليون فدان، ومستمر في زراعة المزيد والمزيد من الأراضي. 4 مليون أسرة بيصرفوا معاش تكافل وكرامة وحياة كريمة. مصر امتلكت حاملات طائرات وأفضل طيران مقاتل في العالم، وامتلكت أيضا غواصات محدش بيمتلكها في العالم إلا الدول اللي صنعتها. أنشأ 19 مدينة جديدة. قائمة انتظار العمليات الجراحية اللي كانت بتنتظر على قوائم الانتظار 6 و7 شهور انتهت تماما. صادرات مصر الغذائية صارت تغزو كل دول العالم، وعائدات صادراتنا الزراعية أصبحت تفوق داخل قناة السويس. أيضا إنشاء محطات إنتاج كهرباء تفوق 15 ضعف إنتاج السد العالي. مصر أصبحت من أكبر دول العالم إنتاجا للطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر. معظم الأجهزة الكهربائية والتلفونات المحمولة اللي غزت أفريقيا والوطن العربي والخليج أصبحت صناعة مصرية. صار عنا طرق محترمة نمشي عليها تحترم وقتنا وتحترم آدميتنا. شبكة مواصلات تضاهي أكبر عواصم العالم. عائدات السياحة أيضا وصلت لأعلى معدل إلها في التاريخ. أصبح في مصر مصانع سيارات وقطارات ومترو أنفاق ومجمعات صناعية. أصبح عندنا بنية تحتية حقيقية للمياه والكهرباء والإنترنت. أكبر محطات تحلية مياه في العالم. 80% من العشوائيات تمت إزالتها وبناء أبراج سكنية محترمة تليق بالشعب المصري. وهتقول لي في فساد، الفساد موجود فينا إحنا كشعب، والحكومة من الشعب. أما الدولة الآن بتحارب الفساد بالميكنة شوية شوية لحد ما نتخلص من كل أسباب من بيروقراطية وغيره. وما فيش دولة في العالم ما فيهاش فساد. الفساد هذا مش وليد اليوم، الفساد وليد كل العصور. والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان، والله يديم علينا نعمة مصر، الله يديم علينا نعمة الجيش المصري حامي الأرض والعرض. 11 سنة حب فخامة الرئيس، بنجدد العهد، اليوم بنجدد لك العهد. فخامة الرئيس على بركة الله مستمرون. مصر العظمى انطلقت ولن تتوقف، الجمهورية الجديدة انطلقت ولن تتوقف. حفظكم الله فخامة الرئيس، وتحيا مصر العظمى بقوة جيشها ووعي شعبها العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، في مثل هذا اليوم سترى المصريون صفحة مضيئة في تاريخ بلدهم، حين اندلعت شرارة ثورة يوليو عام 1952 لتكون نقطة تحول في مسيرة الوطن، أنهت حقبة الاحتلال البغيض ورسخت قيم العزة والكرامة والاستقلال، وأضاءت مشاعل التحرر في دول العالم الثالث ومنطقتنا العربية. فكانت الثورة المصرية ملهمة للخلاص من الاستعمار واستقلال القرار الوطني. وإذ نحيي اليوم ذكرى الثورة فإننا نستحضر تجربة وطنية متكاملة نغوص في أعماق دروسها ونتخذ من نجاحها وتعثرها ما ينير لنا طريق الجمهورية الجديدة
تلك الجمهورية التي انطلقت منذ عام 2014 مرتكزة على دعائم صلبة ورؤية طموحة وخطى ثابتة نحو إقامة دولة عصرية تأخذ بالأسباب العلمية لتحقيق طموحاتها وتثق في توفيق الله سبحانه وتعالى لإدراك غايتها. الأخوة والأخوات، على مدار السنوات الأخيرة كانت الدولة المصرية سباقة في صناعة الحاضر وصياغة الغد، فحدثنا جيشنا الباسل حتى أصبح درعا حصينا وسيفا قاطعا، وهزمنا الإرهاب وتطهرت أرض الكنانة من براثنه، وشهدنا طفرة عمرانية شاملة فأزيلت العشوائيات وشيدت المساكن وأسست مدن ذكية وقفزت البنية التحتية قفزات نوعية غير مسبوقة، وانطلق مشروع حياة كريمة ليعيش نحو 60 مليون مواطن في بيئة حضارية، وغير ذلك من الإنجازات المشهودة في كافة ربوع الوطن. وأؤكد في هذا المقام أن مصر التي أبت أن يعيش مواطنوها في العشوائيات والأماكن الخطرة لن تترك مستحقا لسكن يقع في دوامة القلق على غده. السيدات والسادة، لقد حققت مصر إنجازات عديدة في زمن انهارت فيه دول وتفككت كيانات وتعاظمت المحن، لكن مصر بفضل الله تعالى ثم بوعي وإدراك المصريين ظلت دار الأمن والاستقرار وملاذا إنسانيا مضمونا، فقصدها نحو 10 ملايين شخص من بلاد كثيرة، وقدمت للعالم نموذجا فريدا في الإنسانية والمسؤولية.